وبالتالي يتساوى وبالتالي يسجل رقم قياسي. كرة أولى لبركان 1-0 أول 10 ثواني هدف لصالح البرتقالي. البرتقالي يسجل هدف من حجرات، يسجل كرة أولى في توقيت مبكر عن طريق اللاعب يوسف ميري. يتفاجأ الفريق الجزائري بكرة أولى في مرماه. هي البداية. ستيف تخطى موطأ اتحاد العاصمة وبركان تجاوز رغبة من جانب الشعباني في تحقيق موسم مثالي في ملعب بركان لمساندة النهضة. هذه العرضية عند كل فريق فيما الجزائر لقب وحيد كان من خلال على مستوى هذه المواعيد من خير الدين مضوي يقال مباراة الساعة 3-0 وضرب بمعد في الدور النهائي. كرة خطيرة ثاني، لا العارضة، الكرة من أسامة. دفاع الجزائر يعاني، ثاني كرة ثاني اختبار، ولكن هذه المرة العارضة يا أسامة. أسامة البلاوي منعود، ترجع كرة لوراء، تمريرة من البحيري يحاول مرور، بول تطول الكرة عليه، تطول الضياع على السنغالي، ضربة مرمى للصالح وخسر اللقب. كرة منطقة جزاء بركان يبعت كرة دفاع 2022 على اورلاندو بايرتس. كرة خطيرة، كرة خطيرة جدا، جاوزت الدفاع الجزائري، عرضية من جانب الحكم. كرة في منطقة الفريق الجزائري، خطورة من بركان، فرصة خطيرة والدفاع الفريق المغربي بسهولة. في اليمين هايثم منعود، عرضية من منعود والدفاع الجزائري بصعوبة. ركنية لصالح الفريق البرتقالي. كرة عند 8 أيوب خيري يرفع كرة خيري، رأسية بالشبكة ثاني، والهدف الثاني للبرتقال الرهيب، رأسية في الشبكة. بول باسين السنغالي ولد التيرانجا يرتقي الكرة يتطاول لها، يخالط زكريا بوحلفاية. ثاني اهداف امامنا، عاشق للصنفور مصدوم 2-0 وبداية رائعة للفريق البركاني. 2-0 النهضة البركانية، فريق 14 نقطة، ولكن امام الصنفور توقف، اكتفى بال1-0. هنا كرة خطيرة، فرصة الثالث والدفاع يتصدى في اخر لحظة. مشاكل بالجملة في دفاعات البرتقال القوي. كرة منطقة جزاء تبعد من دفاعات الصنفور الكونغولي. كرة منطقة جزاء وسنتينا تنفيذ، كرة تلعب منطقة جزاء بركان لمحمدي، خروج بداية من خلال الصنفور. هذه عرضية سهلة عند المحمدي، تتجاوز هذه البطولة. كرة توصل طويلة، متابعة من عسال جزائرية الآن. كرة قسنطينة ينطلق الصنفور والدفاع. هايثم منعود الكرة الأخيرة بعيدة. بركان باتجاه الملاوي مر الملاوي، محاولة مستمرة وابعاد الكرة في اللحظة الأخيرة. تلك المحاولة الآن لصالح اللاعب باعوش والكرة تبعد في آخر لحظة. شوف الإعادة أمامنا البينية والدفاع. الملاوي أمامنا الملاوي رقم 9، ملاوي سعد ديب يلعب كرة ديب منطقة بركان، كرة تضيع على منعود من المدرب التونسي معين الكرة ابراهيم ديب في منطقة بركان. ترجع من الدفاع المغربي، ترسل طويلة وصفارة الشلماني تعلن انتهاء زمن الشوط الأول في هذا الحيوان المغربي. بركان المغربي وصل معروف عليه بقوت على ميدانه، أن بلوغه لهذا الدور لم يكن نتيجة صدفة. كرة ترفع لمستوى القائم الأول، تتحول إلى ضربة مرمى. متابعة كاوي حمزة ينجح في رفع الكرة، حمزة خطيرة جدا، رمي التماس تتفل الكرة بسرعة، محاولة خطيرة من بن شاع استلام من خيري، كرة في اليمين منعود والثالث والهدف الثالث. بركان يسجل، أسامة الملاوي كملها، الملاوي يضع كرة في الشبكة، اكتملت في شبكة السنافر. الهدف الثالث للبرتقال المتوهج،
اكتملت الجملة التكتيكية في شباك قسنطينة. 3-0. بيركان نوم الصنفور وبعدها ورشاه الضربة الثالثة. الهدف الثالث. شوف الإعادة شوف الكرة مرة خيري منعوت عرضية وسامر انطلاقة لبركان الآن. هنا العرضية الخطيرة يقتل حارس ربحات. تبقى محاولة قائمة ولكن تبعد كرة من بوقرة. ترجع مغربية إصابة لاعب فريق بركان 4-1. هنا كرة أسامة خطير يرابط فرصة للرابع والحارس يتصدى. كرة الملاوي أسامة تصدى لي أبو حلفية. ما زالت المشاكل في دفاعات قسنطينة مستمرة. تيد مرمى قسنطينة باحثا عن الهدف الرابع. تحيف كرة في العمق من تحيف والدفاع الجزائري موجود من خلال بوقرة يرجعها للوراء. محاولة جزائرية كرة بعيدة على بن شعب. الملاوي أسامة الملاوي سدد كرة صد عليها ببراعة. يتدخل خير الدين مطوي وهذه كرة بعيدة لمرمى الحارس سالم حمدي. ضربة مرمى لصالح بركان. من خلالها فريق بركان تنتهي الكرة السهلة. هنا كرة لبركان الملولي مرر فرصة للفريق المغربي. أسامة والدفاع الجزائري مازال يعاني. هنا كرة توقع عند مستمر للبرتقالي والراسية عند الحارس ابو حلفي. استبدال في صفوف بركان امامنا المهاجم. هنا كرة لقسنطينة تنتهي بركان. عرضية خطيرة ممكن جول ضيعها بالحسيني اخطر كرة من عبد النور مساوي يتقدم اختار التسديد. كرة تصطدم مع المباراة. ثنائية في الشوط اول الفريق الجزائري. هنا كرة لصالح طمين يبعث الجزائري تبعت من حمزة مساوي يرجعها التحيف مكان مهيري. ترفع كرة من شمس الدين يتكهن بهذه النتيجة 3-0 ولكن الامور تقريبا انتهت وحسمت مبكرا لنصدر حكم قاطع. ولكن 18 رياحي عماد الرياحي عرضيه سهله عند زكريا ابو حلفيه من اجل كورتين 2-0 لكن بركان لا يسمح. كره يسترجعها منعوت اقرب من طمين جانب لعب فريق قسنطينة. عرضيه ديب يستعد للتنفيذ يرفع كوره ابراهيم ديب لمحمد بينيه وتصدم الدفاع تبقى قائمه. فرصه الرابع الهدف الرابع عن طريق الملاوي. كوره اسكنها الشباك لمسه واحده خفيفه تجاوزت ابو حلفيه. الهدف الرابع يأكد انهيار الدفاع الجزائري والاخطاء متكرره. فرصه للرابع الحق بركان الاقوى الافضل لم ينسى. غلطه شوفوا الغلطه في بعد الكوره مرت كوره عند اسامه يمرر. الهدف الرابع اسامه الملاوي المعلم. نتيجه صعبه.